ازيك يا صاحبي؟ تعال اقول لك على سر محدش يعرفه. انا اقدر اخلي القطه تلعب في الجيم. مش مصدقني؟ طب اهو. شفت القدره السحريه؟ كريس المصري. طيب نفكنا من الهبل ده ونتكلم جد شويه، مع اني ده ضد مبادئي عموما بس يعني ادي الله وادي حكمته. يا رب اعرف اتكلم 3 دقايق جد من غير ما اضحك. انت اكيد عارف حوار الذكاء الاصطناعي والضجه اللي حصلت عليه. انا متاكد انك زيك زي مش عارف البتاع ده ظهر امتى ولا ازاي. ممكن في الفجوه الزمنيه اللي حصلت لنا من 2019 ولا الموضوع اكبر من كده؟ تعالى معايا وهحكي لك واحده واحده. زمان ايام ارسطو والناس دي كانوا بيفكروا ان ينفع آلة تفكر زيها زينا كده. ايه يا عم الالحاد ده؟ ولكن مع القرن ال19 الحوار اتطور وصمموا اول كمبيوتر قابل للبرمجه، يعني ممكن يحسب او يتعلم كمان. وفي سنه 1950 ظهر بالفعل مصطلح الذكاء الاصطناعي. فظهر الاول برامج بسيطه زي اللي بتحل الالغاز وبتلعب شطرنج، ولكن في الثمانينات والتسعينات وقفوا تمويل الحوار ده عشان فقدوا الامل فيه. ولكن مع تطور الانترنت رجع تاني، ورجع معاها اكبر طفره في التاريخ. بص انا هبسط لك الموضوع بشكل كبير قوي. هم جابوا حاجه كده شبه المخ البشري. ايه يا عم الكفر ده؟ وفي العصر الحالي الاله دي ما بقتش بس بتحلل بيانات، ده بقت بتبدع وتخترع وتنتج محتوى كمان. يعني انت ما بقاش ليك لازمه. بهزر معاك طبعا، ولكن الحقيقه المره انه ممكن انت ما يبقاش ليك لازمه فعلا، وان في المستقبل في وظائف كتير هتتلغي ويحل محلها الذكاء الاصطناعي. فعندك فضول تعرف ايه اقرب الوظائف اللي ممكن تنتهي والذكاء الاصطناعي يكون بديل ليها؟ حط لايك على الفيديو وانزل اكتب كومنت وتعالى اقول لك. الشغل اللي ممكن يتلغي اللي هو الشغل الروتيني اللي ما فيهوش اي ابداع، اللي هو ممكن حماده ابن اختك يعمله عادي. ده بشكل اوضح تعالى افهمك بالظبط. عندك مثلا خدمه العملاء التقليديه يعتبر اتلغت اصلا. طب وايه السبب؟ انه ببساطه الذكاء الاصطناعي ممكن يرد 24 ساعه في ال7 ايام وبتكلفه اقل منك. فطبيعي جدا الشركات تلجا لده، زي ما عملت شركه فودافون وطوروا بوت هو اللي يرد على العملاء. انا بجد استغربت قوي لما كلمت في وظيفه ادخال البيانات. يعني اي حاجه بتعتمد انك بتنسخ من هنا وبتلزق هنا، فطبيعي هيفضلوا الذكاء الاصطناعي لانه اسرع منك واقل في الاخطاء. الترجمه العامه، يعني عندك ادوات زي جوجل ترانسليت مثلا اسرع منك بكتير. يعني اللي ناوي يدخل اليسون ما يدخلش، واللي في اليسون يحوله. ما مش هيكون لكم لازمه خلاص. وظيفه الكاشير، هتقول لي ازاي ده؟ الروبوت بيحاسبني ولا ايه؟ هقول لك لا يا ناصح. مع انتشار الدفع الالكتروني والمحافظ الالكترونيه الذكاء الاصطناعي بقى اسهل واسرع وافيد منك بكتير. فما فيش شركه هتحتاجك في المكانه دي. واهم وظيفه بقى الصحافه التقليديه، وده لا سمح الله مش بعيب في بتوع قسم صحافه، لا دول حبايبي. مش ناقص فتن طائفيه في الكليه بتاعتنا. بس الفكره انه الاخبار والتقارير التقليديه طبيعي جدا هيستعينوا بالذكاء الاصطناعي ان هو اللي يعملها. وطبعا مش هننكر ان شات جي بي تي يشهد على كل ده. ده انت وصلت بمرحله التخلف انك رايح تشتكي له من سوسن اللي سابتك. اعقل يا مكنون. دلوقتي بعد ما قفلتها في وشك هتقول لي انا هعمل ايه دلوقتي؟ ما هي الوظايف دي كلها واكتر الذكاء الاصطناعي لغاهم. لا هقول لك انا يا عم تعمل ايه. اولا تعمل لايك للفيديو، ثانيا تعمل شير، ثالثا بقى وده الاهم خدها مني قاعده: مفيش اي شغل فيه ابداع الذكاء الاصطناعي يقدر يحل محله. الذكاء الاصطناعي ده اخره يعمل الحاجات التقليديه وبس، ومستوى الابهار عنده برضه مش هيجيب ربع الذكاء اللي عندك. وده شيء الهي من المولى عز وجل، فهو اللي خلق مخ انسان مبدع زي المخ بتاعك. فطبيعي مش شويه برمجه يعني هيحلوا محل. ايه ده؟ يعني مخك طلع اقوى من الذكاء الاصطناعي؟ ايوه اقوى طبعا. طب تشغل المخ ده ازاي؟ اولا تخليك كرييتيف وعندك لمسه ابداعيه خاصه. الروبوت ما يقدرش يحس بالسياق الاجتماعي والثقافي زي البشر. زي مثلا لو انت شغال في المجال الطبي، الذكاء الاصطناعي مش هيكون عنده احساس بالمريض، فوارد جدا ان التشخيص بتاعه يطلع خطأ. دي نصيحه مني ليكم، ما تبقاش غبي وتروح تاخد راي شات جي بي تي مثلا في دواء او علاج. بطل هبل. الفكره اصلا ان الذكاء الاصطناعي ده تطوير بشري. اه والله زي ما بقول لك، مهما وصل لليفل عالي قوي هيفضل دايما ان هو محتاج يتطور بايد بشريه برضه. عشان الذكاء الاصطناعي ما يحلش محلك لازم تتعلم القياده وتبقى مدير، لان ببساطه الذكاء الاصطناعي بينفذ اوامر انت بتديها له، بس مش هيقدر يحط خطه من نفسه. مش هيجي في مره شات جي بي تي يبعت لك رساله ويقول لك هي سوسن رجعت لك ولا لا. طيب في ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة وبسببها الذكاء الاصطناعي برضه، ودي مش ظاهرة دي كارثة. أكيد عدى عليك وأنت بتسكرول على الفيس أو التيك توك أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، قردة بتتكلم. ومش بس بتتكلم، دي بتعمل فلوجات وبتحذر البنات، بتسخن الحريم علينا. كان الأول مجرد فيديوهات بتضحك لناس
تقول مواقف بالتقنيه اللي هي فيو 3. دلوقتي عملوا قرده بلوجر. انتوا متخيلين؟ هم ليه اللي بيعملوا محتوى زي ده بيختاروا القطط والقرود والحيوانات عموما؟ والاجابه هي ان احنا كبشر عندنا ميول لكده، اننا نشوف الحيوانات دي بتتكلم، زي ما انت بتكوني قاعده في الاوضه كده وبتشتكي لقطتك من الواد بتاعك ومستناها ان هي ترد عليك يا هطله. وزي اي حد فينا عموما جرب قبل كده ان هو يتكلم مع قطه او كلب ما عنده في البيت، وتخيل للحظة ان الحيوان ده بيرد عليه. اكيد حصلت معانا كلنا. طيب هل موضوع الفيديوهات دي خطر؟ الاجابة هي ان كل حاجة بيكون لها جانب ايجابي وجانب سلبي. فممكن مثلا الحاجة الايجابية انه ممكن يتحط تحت بند كرتون للاطفال، ولكن للأسف الشديد في ناس بتستخدم الفيديوهات دي إنها توصل رسائل فكرية تختلف عن معتقداتنا الدينية، وبتعارض تماما الفطرة اللي احنا متربيين عليها. زي في مرة من المرات انتشر فيديو إن في نمر حب قطة، فالقطة دي سابته وراحت ارتبطت بفهد، فهو قرر انه ينتقم منها فيتحول لنمرة ويروح يشقط منها الفهد يرتبط بيه هو ويتجوزوا ويجيبوا بيبي. فطريقة ساذجة ومؤسفة لتوصيل المعتقدات الزبالة دي. في الفترة الأخيرة انتشر بشكل كبير جدا على كل مواقع السوشيال ميديا حوار القردة ده، والفيديوهات الريتش عليها بيعلى وفي اقبال بشكل رهيب، لان القردة بتروح السوق وبترجع زعلانة انها مش حامل وبتتكلم زيها زي البني ادمين بالظبط. فاحنا عايزين نقف هنا بقى، واحنا ليه نتابع حاجة وهمية بالشكل ده تشتت عقولنا؟ ده غير كمان ان النسبة الاكبر ان الموضوع ده حرام. هو في اختلاف ولكن هي تميل اكتر انها حرام، لان طبعا حرام نرسم حاجة ذوات الارواح. تخيل ان الرسم حرام، فطبيعي انه حرام اكبر ان احنا نعمل فيديو ليهم ونخليهم يتكلموا زي البني ادمين. يعني ايه حيوان يتكلم زي البني ادم؟ ما هو انت عاقلها. وارد جدا تختلف مع رايي وتكون شايف ان هو مجرد كرتون ومش حرام، فالله اعلم. بس يا ريت احنا نتجنب الشبهات. في الاخر حابه اقول انك بلاش تضيع وقتك على التفاهات دي. قردة ايه اللي انت بتشوفها حملت ولا لسه؟ فدي مجرد وسائل الهاء مش اكتر، هدفها ان انت تكون منجذب ليها، فبالتالي انت بتتفرج على الفيديوهات وبتشوف الاعلانات فبتكسبهم فلوس. فبدل ما انت تبقى ساذج وتجري ورا التفاهات دي، اتطور انت كمان. بدل ما تقعد الاسبوع كله مطبق على القطه وجوزها، قوم طور من نفسك وابدع وحط اسلوبك الخاص. وفي النهايه يا ريت تقولوا لي في الكومنتات هل فعلا بتدور في دماغكم الاسئله دي ولا انا كنت بكلم نفسي؟ كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كالعاده ده كان كتابه منة الله ياسر المبدعه، فبجد شابوه ليها، يعني طريقه كتابه عظيمه. يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، تبعتوا بقى الفيديو ده لكل اصحابكم، او يعني تنزلوا ستوري عندك على الواتساب. مش هتخسر حاجه يعني، ده هي دقيقه واحده ولكن هتساعد بقى الحوكش الغلبان. وبس الى لقاء اخر في فيديو جديد كل يوم جمعه الساعه 6. سلام عليكم. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب، يبقى انت راجل محترم.